عايزة تخسي خلي مزاجك حلو، عايزة تلاقي نتيجة ابعدي عن الضغوطات على قد ما تقدري، تقبليها. قولي وايه يعني؟ هو في حد عايش في الدنيا دي من غير ما يكون عنده مشاكل؟ الناس كلها عندها مشاكل، فالحمد لله على ما نحن فيه. لو عملتي كده هتخسي وهتنجحي في الدايت فعلا. اسأل مجرب، اسأل مجرب. اهلا بيكم فيديو جديد. النهارده هتكلم معاكم عن حاجه كده بتمس القلب. انا قبل كده اتكلمت معاكم عن موضوع ازاي تفرقي بين الجوع العاطفي والجوع اللي هو الحقيقي، وعايزاكم تراجعوا الفيديو ده وتسمعوه كويس جدا 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 وتنفذوا كل اللي موجود فيه. انا عايزاكي تركزي مع نفسك وانتي زعلانه او وانتي متضايقه. وانا كنت باكل وانا متضايقه، وبعد كده انا عرفت السر وهربت من الموضوع ده. الاكل يا جماعه وقت الضيق اخطر حاجه على الدايت وعلى الحياه الصحيه. حذاري تاكلي وانتي متضايقه. انتي اتضايقتي ما تجريش على التلاجة، ركزي كده مع سلوكك وانتي متضايقه وشوفي نفسك. لو انتي بتحسي ان انتي الاكل بالنسبه لك يعني ارتياح لحظي وبعد كده بتبقي برضو زعلانه ومتضايقه، لا، يعني انا لما اتضايق اجري افتح التلاجة افضل اكل 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 واتبسطت اهو وقفلت التلاجة، اندم وازعل واقعد اقول ليه، طب ليه، ويزيد زعلي ويزيد ندم. لكن وقت الزعل اعمل ايه؟ وقت الزعل اتفرج على حاجه انا نفسي فيها. طبعا قبل كل ده اصلي، احاول اتوضى واصلي. والرسول عليه السلام قال كده ان الغضب لو انت غضبان او زعلان غير وضعك، غير مكانك. الواحد يتوضى يصلي ركعتين كده، يقرا شويه قران او يسمع قران، يهدى خالص نفسيا، يستغفر ربنا سبحانه وتعالى، يصلي على النبي، يتفرج على حاجه بيحبها، يتمشى شويه، يخرج مع حد بيحبه. فالتعامل مع الضيق في مليون حاجه غير الاكل. فالتعامل مع الضيق غير ان انا امد ايدي كده واجيب ملذه وطب واقعد اكل وبعدين ايه ارجع ازعل تاني. فحذاري من ان انتي تاكلي وانتي متضايقه. لازم نفسيتك تكون كويسه جدا 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 وبعدين تقبلي على الاكل وعلى الشهيه وتفتحي نفسك بالحاجات الصحيه اللي احنا متعودين عليها. خدي بالك الزعل بيزود الكورتيزول، والكورتيزول بيزود الوزن. خدي بالك برضو كمان ان البطن او الكرش بيجي من الكورتيزول. ده كله حاجات انا قريتها وعرفتها وبنقلك التجربه. لو زعلتي اتمشي، لو زعلانه ما تقربيش للاكل نهائي لو انت مش جعانه يعني. لكن برضو لو جعانه هتلاقي بطنك بتمغص وجعانه وكده، ده شيء تاني. انما لو انا فجاه كده اقوم بقى ايه، اجيب طبق املاه فاكهه واملاه تمر واملاه سندوتشات واقعد بقى كده وصباطه موز واقعد بقى ايه احط غل فيهم. لا يا جماعه، حطوا غلكم، نضفوا حاجه، اخرجوا، اعملوا اي حاجه الا انكم تاكلوا. دي نصيحتي ليكم النهارده. وانت زعلانه ما تقربيش للتلاجة، لان انا كنت باكل فعلا وانا متضايقه وده كان بيضايقني جدا بعدها. بحبكم جدا ويا رب الفيديوهات تكون بتعجبكم، ويا ريت تقولوا لي في الكومنتات الفيديوهات بتعجبكم ولا ما بتعجبكوش، والتريكات البسيطه دي بتعجبكم ولا ما بتعجبكوش. وعايزاكم كمان تشيروا الفيديو وتشيروا الفيديوهات اللي بتعجبكم على ناس مهتمه، علشان ربنا يعود عليكم بالفايده وتلاقوا اثر الفضل والنعمه ده عليكم. فالواحد لما بيدي الخير لغيره ربنا سبحانه وتعالى الكرمه كده بترجع عليه تاني. انا بحبكم جدا 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 ومع السلامه.